مباراة احتفالية في ملعب مولاي عبد الله تضع المغرب على أبواب المونديال. الرباط يستعد المغاربة لاحتفال كروي قد يتحول إلى حدث رياضي مساء الجمعة في العاصمة الرباط، في المباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب النيجر في الجولة السابعة من تصفية كأس العالم 2026. ليست مجرد مواجهة عابرة، بل محطة مرشحة لأن تدخل المغرب سجلات كرة القدم العالمية كأول منتخب أفريقي يحسم بطاقة التأهل إلى المونديال المقبل في أمريكا الشمالية. لكن الحدث لا يقف عند حدود المستطيل الأخضر، فالمباراة نفسها تقام في ملعب مولاي عبد الله بعد تجديده في زمن قياسي ليتخذ حلة مونديالية جديدة، في خطوة تعكس الطموح المغربي لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية وعلى رأسها كأس إفريقيا 2025 المقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل. هذا الافتتاح يمنح للمواجهة بعدا احتفاليا، حيث يتحول اللقاء إلى تدشين رسمي لمعلم رياضي حديث يعكس الرؤية الاستراتيجية للمغرب في الجمع بين الرياضة والبنية التحتية والتنمية الوطنية. على المستوى الفني يواصل وليد الركراكي رهانه على الحفاظ على النسق الذي طبع أداء المنتخب المغربي وجعل منه مفاجأة مونديال قطر سنة 2022. لذلك برمج الناخب الوطني حصتين تدريبيتين يوميا لرفع الجاهزية البدنية للاعبين، خاصة أولئك الذين عانوا من غياب تنافسية مع انطلاق موسم، سواء بسبب بقائهم على مقاعد البدلاء أو انشغالهم بإجراءات انتقالهم نحو أندية جديدة. غير أن خيارات وليد الركراكي في لائحة الأسود لم تخلى من الجدل، إذ أعاد الثقة في أسماء مثل أسامة العزوزي وعز الدين أناحي رغم محدودية مشاركتهما، بينما واصل استبعاد عناصر محلية متألقة أبرزها محمد ربيع حريمات أفضل لاعب في كأس إفريقيا المحلي الأخير، والذي ساهم بشكل بارز في تتويج المغرب باللقب. وتحمل المواجهة أيضا لمسة رمزية خاصة، إذ ستجمع الركراكي بمدربه السابق بدو الزكي أسطورة الحراسة المغربية وصاحب الإنجاز التاريخي في كأس أفريقيا 2004، والذي يقود حاليا منتخب النيجر. حضور الزكي في هذه الأمسية يضفي على اللقاء طابعا عاطفيا، فهو أحد الوجوه التي صنعت هوية الكرة المغربية، وسيكون شاهدا ومشاركا في افتتاح الملعب الجديد. وعلى الضفة الأخرى من المشهد يبرز أشرف حكيمي قائدا ورمزا لهذا الجيل الذهبي من لاعبي المغرب، المدافع الذي حجز مكانه بين مرشحين لنيل الكرة الذهبية لسنة 2025 وقاد باريس سان جيرمان الفرنسي لتتويج بدوري أبطال أوروبا. أصبح تجسيدا حيا لطموح مغربي يسعى إلى الجمع بين العالمية والتشبث بالهوية الوطنية. ولم يخفي حكيمي هذا الشغف حين قال في تصريح مؤثر: حلمي الآن هو الفوز بلقب مع المغرب، سواء كان كأس العالم أو كأس إفريقيا، جملة تختصر تعطش جيل كامل يطمح لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم المغربية والإفريقية.